بحاجه مهمه جدا. اتفضل. احسن مدرب في الموسم ده كولر، تم اختياره كاحسن مدرب. خد رقم. ما عادي، ما انت برضه مش غريبه. هو راجل محقق بطولات لازم ياخدها. طيب لا ما مش غريبه، بس هي الغريبه ان الجلاصي ما ياخدش احسن صانع العاب. الجلاصي بقى. لا ما مش هي نفس البطوله، فني. مش هي نفس المسابقه. نفس المسابقه. طيب ما انت كده، هل دلوقتي انت ما بتقول لي كولر بالارقام تقدر تختلف ان هو احسن مدرب؟ هو اديني حد احسن منه. لا في الكوره كمان. لا ما سيبك من الكوره. لا هات لي مدرب بيلعب كوره زيه. ما فيش حد بيلعب، هو ما بيلعبش كوره. هو فرقه النادي الاهلي بلاعيبته هي اللي عملت كده من السنه اللي فاتت لوحدها. ايوه لوحدها. ازاي لوحدها؟ زي الناس، اسمع الكلام. ايوه انت بتقول لي دلوقتي يستاهلها، بقول لك يستاهلها عشان البطولات، صح؟ ماشي. انما كوره لا. ازاي؟ زي الناس. الاختلاف اللي حصل في اداء النادي الاهلي ولا اختلاف ولا حاجه، ما فيش فرق اصلا. اسمع بس واتك على الصبر، ما فيش فرق اصلا. حتى بيراميدز اللي احنا كنا متوسمين فيها خير في الماتشين يعني ما كانوش على اللي هو بتاع السوبر وبتاع الكاس وبتاع الدوري. هو انا لازم يعني كابتن اشوف الفريق اللي قدامي. ما فيش فرق، ما هو بيلعب لوحده متوسم في خير. انا مالي، انا بلعب. هو بيغرد. بص عشان انا فريقي كويس وانا لعبت كويس. طب وشال 5 ازاي؟ بشتغل معاهم كويس. وشال 5 ازاي؟ ما هو انا هكلمك، ما هو مش كل فريق يا حبيبي هتلاقيه ماشي يعني. بص هي الفرقه عالي. دي الوحيده حصل سقطه. لا مش سقطه، هي الفرقه الوحيده اللي انت تخاف منها في افريقيا، لانها انا من وجهه نظري دي الفرقه المتكامله اللي هي بتلعب كوره بجد وعندها. عملت ايه؟ ما وصلتش. وايه يعني؟ ايوه عملت ايه؟ ما هي ده احمد ربنا. بص احمد ربنا ان هي ما وصلتش، لان لو وصلت انت ما كنتش هتاخد افريقيا. ازاي؟ زي الناس. الاهلي هو الافضل كان في الوقت ده. يا حبيبي لا، بص الاهلي انا قلت لك هيوصل مع الرجاء ومع الوداد ومع كل الانديه دي عادي، قلت لك هياخد البطوله. انما هو مش هياخد بطوله في حاله لو قابل صن داونز بس. فكولر بالنسبه لك ما عملش فرق في الكوره جوه الملعب للفريق النادي الاهلي. يا عم اللي عمل فرق مجلس الاداره لما حافظ على اللعيبه اللي هي موجوده. انت عملت كام صفقه السنه دي؟ النادي الاهلي السنه دي ولا السنه اللي فاتت قصدك؟ لا الموسم اللي انتهى يعني 6. طيب مين اللي كان بيلعب منه؟ 3 صيف 3 شتاء 3 صيف. لا ما الصيف ما حدش لعب فيهم، كلهم طلعوا اعراض. تمام. هو اللي جه هو الوحيد اللي لعب مروان عطيه عشان ما كانش في حد في الحته دي. لا عشان كان حمدي فتحي كان مصاب والسوليه كان مصاب، فهو لعب جنب ديانج فمسك فيها، فخلاص الراجل اقتنع بيه خلاص. الصفقات بقى اللي جت بعد كده اللي هو القندوزي والتاني ده كريستو. هو جه مع مروان القندوسي وكريستو. طب دول ما لعبوش ليه؟ صغير. كريستو لسه صغير. ايوه القندوسي ما اقتنعش بالراجل. طيب يعني اذا ما فيش اضافه. الاضافه قصدك اللعيبه حلو. انا اشتغلت باللعيبه دي. ايوه ليه بقى؟ الزمالك فضل معاه اللعيبه لا هقول لك بس ما حصلش. هقول لك هنا فكر الاداره بيختلف. انت دلوقتي لما ريحت اللعيبه السنه اللي قبل اللي فاتت، جم السنه دي المردود خدوا لك كل البطولات. هم كانوا عايزين راحه بس. انت واحد من الناس كنت بتقول لا الاهلي كان ساعه ما كانوا وحشين او مش واقفين على رجليهم، كنت بتقول عايزين 10 لعيبه اقل حاجه، وكنت بقول لك لا. الناس كانت بتنادي بكده فعلا. ما الناس تقول اللي هي عايزه. هل ان انت تعوض الشناوي، تعوض عبد المنعم، تعوض السوليه، تعوض مش عارف علي هتعوض الناس دي؟ لما ارتاحت ايه اللي حصل؟ جابوا لك كل البطولات. فده فكر مجلس اداره، لان لو ما كانش عمل كده في التوقيت ده برغم سوء اداء الفرق كلها كان ممكن ما ياخدش الدوري السنه دي. بس اللعيبه لما ارتاحت ادت احقيه انتوا جايبين صورته ليه؟ امال انا اجيب لك صوره مين؟ ما خلاص بقى، ما احنا ايوه كده هو احسن مدرب. برافو طلعت ما ماشي، ما قلنا احسن مدرب وخلاص. انت حاطه ورايا ليه؟ ما انتوا ماسكني ولا ايه؟ يعني اسعد الاهلاويه الحقيقه، يعني الاهلاويه شايفين والله. بص مجلس الاداره بقول لك حاجه، مجلس الاداره من كتر الاقتناع اللي موجود الراجل مضى 2 سنين وهيمضي طبيعي. ما انت مضيت مع موسيماني اللي كنا برضو بالنادي بنقول ان هو مع نفسه موسيماني. انا قعدت مع لعيبه